السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله طالعين بفيديو جديد، بس كالعادة قبل ما بنبدأ بنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا طالعين النهارده بطقم صيني فتحي محمود، بس الطقم دوت فيه عيوب. ايه هي العيوب اللي فيه؟ كل حاجة هطلعها فيه، عشان لو انت عروسة او ام عروسة بتجيب الطقم دوت لازم تاخد بالها كويس قوي من العيوب اللي انا هقولها. هنفتح الطقم بتاعنا وهنشوف ايه الحاجة اللي فيه. كل حاجة هعرضها معاكم هيكون فيها العيب بتاعها، هعرفه لكم هو ايه. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم نشوف الحاجه بتاعتنا. اه يا حبيبي، ده الطقم معانا. الطقم دوت من كل حاجه منه 6، لان دوت نص طقم. الطقم انا اسماء انا وبنتي. الطقم ده فيه عيوب كتير قوي. اهم حاجه اما بنيجي نشتري الطقم، لما بنيجي بنشتري اهم حاجه ان احنا بنفتح الكرتونه وبنشوفها. احنا في المحل بيورونا الطقم اللي احنا عاوزينه، بيفتحوه لنا وبيفرجوه لنا عليه. بس بعد كده لما بنيجي بناخد بيدونا طقم مقفول، بتبقى الكرتونه او الكرتونتين بتوعه مقفولين. بنروح البيت بنفوق بقى بالعيوب اللي انا لقيتها في الطقم دوت. هوريكم بقى ايه هي العيوب. اول حاجه معانا، بسم الله. بصي يا حبايبي، دوت اللي هو بتوع القهوه اهما. دوت شكل، دول شكل، وده يا حبايبي شكل تاني. ادي اول عيب في الطقم، ان اطقم القهوه مش زي بعض اهو. وادي الشكل التالت. طبعا الكرتونه هم ادوها لنا في المحل مقفوله عشان ما فتحناهاش الا لما جينا في البيت. فطبعا علشان ان احنا نرجع بيها تاني كان صعب قوي المشوار والمكان. اهو دوت كده. يبقى القهوه منه زي ما بوريكم اهو 3 انواع. دي غلطه. الغلطه اللي بعد كده هوريها لكم.